مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا، وهذا اللقاء عبر أثير راديو الزهرة وزهرة العرب والشباب الإخباري. ويسعدنا أن نلتقي بالأستاذة الدكتورة ولاء فايز، المدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة المنوفية، حول فعاليات الورشة التدريبية مهارات التصوير الرقمي وتقنيات الهولوجرام في التصوير التلفزيوني، والتي تنظمها كلية الإعلام بقسم الإذاعة والتلفزيون الأربعاء القادم. أهلا بحضرتك ضيفة عزيزة غالية علينا دكتورة ولاء، وناخد فكرة عن طبيعة هذه الورشة يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ محمد، سعيده جدا باللقاء مع حضرتك. الورشه طبعا بتتكلم عن التصوير الرقمي، ده اول جزئيه فيها. طبعا حضرتك عارف اللي هو ليه دور مهم في حياتنا اليوميه، ومحدش ينكر طبعا استخدامه، عشان اصبح متوفر على جميع الهواتف اللي ساعدتنا على كثير من التقاط الصور وعمل الفيديوهات بشكل احترافي بدون الحاجه الى مصور محترف، وايضا الاحتفاظ بها على الهاتف ونقلها الى جهاز الكمبيوتر بشكل سريع. لذلك اصبح التصوير الرقمي مهم. فدي كانت الهدف ليا ان انا اوضح حاجه زي دي للطلبه، وانقلها بمهارات وتقنيات اكتر اللي هم يعرفوا يستخدموها ازاي ويمارسوها. طبعا كلنا معانا الهواتف وهم معاهم التليفونات، فانا كنت عاوزه اوضح لهم الحته دي في الورشه دي، ان شاء الله يا رب تكون مثمره باذن الله في الورشه. دكتورة ولاء فايز، يعني لماذا قسم الإذاعة والتلفزيون من الأقسام المميزة بالفعل في كلية الإعلام جامعة المنوفية يا فندم؟ حضرتك عارف اللي هو في تقنيات كتيرة فيها التصوير. الولاد دلوقتي عندهم اهتمام بالترند. حضرتك عارف الفترة اللي فاتت الترندات وظهور الناس على الساحة الإعلامية وهم مش إعلاميين أصلا. فده طبعا بيخلي الولاد عاوزين يدخلوا قسم الإذاعة عشان يبقوا حاجة زي دول في يوم من الأيام، بس بشكل عملي وبشكل تدريبي أكاديمي أكتر. فعشان كده الإقبال بيبقى متزايد في قسم الإذاعة والتلفزيون. قسم الإذاعة والتلفزيون بالفعل بيحظى يعني بجهود جميلة جدا برئاسة الأستاذة الدكتورة هويدا الدار رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، وجود حضرتك والسادة الزملاء. يعني الملحمة الجميلة اللي بتحصل دي في قسم الإذاعة والتلفزيون سببها إيه يا دكتورة ولاء؟ التعاون بصراحة، روح الفريق. الله، جميل. وأحب الدكتورة هويدا اللي فعلا تدي للطلبة كل حاجة كويسة، من على رأسهم كمان العميدة اهتمامها بالورش التدريبية، واللي هي عاوزة الطالب ياخد كل حاجة تمكنه وتأهله لسوق العمل. فحرصهم الاثنين بصراحة على ممارسة العمل التدريبي هي اللي مخلية الروح دي موجودة فعلا معانا. ماذا عن تقنية الهولوجرام في التصوير التلفزيوني دكتورة ولاء؟ تقنية الهولوجرام دي تقنية انتشرت مؤخرا بشكل كبير، لجأ بقى بسبب التطورات اللي حدثت طبعا في التكنولوجيا وفي الميتافيرس وفي الذكاء الاصطناعي. هي مش جديدة، يعني هي حاجة موجودة، بس كانت إمكانياتها اللي كل الناس تستخدمها أو البرامج أو الأفلام بتستخدمها طبعا حسب عاوزة أقولها لحضرتك إزاي، حسب الإمكانيات المادية، عشان هي بتحتاج إمكانيات مادية كبيرة. هي في الأساس عبارة عن صور تجسيمية بتعتمد على تقنية تتيح إعادة تكوين صورة الأجسام بأبعادها المختلفة في الفضاء المطلق اللي هو الخيال يعني. بتعتمد على الموجات الضوئية اللي بتتولى مسؤولية تصوير الثلاثي الأبعاد الأجسام بكفاءة عالية. فإحنا بنشوف حاجات اللي إحنا ممكن ما نعرفش نصممها على أرض الواقع، فإحنا بنتخيلها بالأبعاد الثلاثية. ودي تقنية حلوة جدا، يعني بتخلي المعلومات أو الحاجة اللي أنا بنتجها بتبقى عاملة زي الواقع، بس طبعا بشكل خيالي شويه. فدي حلوه، ودي بنشوفها اكتر في الافلام الاجنبي. حضرتك بتلاحظ الافلام الاجنبي فيها التقنيه دي على فكره موجوده وبشكل متميز جدا. احنا بدانا نستخدمها، بدات البرامج المصريه دلوقتي تستخدمها بس بشكل محدود، خاصه في برامج الرياضه. تمام. فدي تقنيه مفيده، فانا قلت اعرفها للولاد، حتى لو احنا لسه ما عندناش الجهاز بتاعها، بس ان شاء الله احنا عاملين في قائمه المستلزمات اللي احنا عاوزينها لشغل كليه اعلام تقنيه جهاز الهولوجرام. ان شاء الله ندرب عليه الطلبه في الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله، ساعه ما يجي الموافقه على اللي احنا نشتري الجهاز ده باذن الله.